نحن ممثلي العشائر والأعيان وعلماء الدين في منطقة ديرك ندين ونشجب الهجمات الإجرامية التركية على مناطقنا الآمنة في شمال وشرق سوريا، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات وصوامع الحبوب ومحطات الوقود والنفط والكهرباء والمعابد بالدرجة الأولى. كما استهدفت هذه الهجمات حماية السجون التي تأوي الآلاف من عناصر تنظيم داعش ومخيماتهم في قامشلو والهول، مما يفتح المجال لهروب هذه العناصر الإرهابية من السجون ليتم استخدامهم فيما بعد للأعمال الإجرامية التي تخلق أعمال الفوضى وخلق حالة من الخوف والذعر بين المدنيين والدفع بالناس للتهجير القسري، مما يؤدي إلى إنعاش داعش مرة أخرى. كما تعلمون جيدا أن الفاشية التركية اتخذت من مسرحية تفجير اسطنبول، والتي هي صناعة ولعبة استخباراتية تركية مكشوفة كذريعة وحجة لغزو وضرب مكتسبات ثورة 19 تموز، والتي حققت الأمن والاستقرار لكافة المكونات المجتمعية من عرب وكرد وسريان وكلد آشوريين وإيزيديين وغيرهم، استنادا على فلسفة أخوة الشعوب التي تبنيناها منذ اللحظة الأولى من بناء الإدارة الذاتية الديمقراطية. ومن الواضح أن النظام الفاشي التركي يقوم بالتضليل وخلق الأكاذيب المفضوحة والحجج الواهية لفشله على كافة الأصعدة وهزيمته أمام صمود وإرادة الشعب الكردي والعربي، ورغم استخدامه للتكنولوجيا والتقنية الحديثة لكافة الأسلحة المحرمة دوليا من الكيماوي وحتى النووي التكتيكي والطيران الحربي والمسيرات بدعم من الدول الإقليمية منذ أكثر من 8 أشهر على مناطق الدفاع المشروع ذاب آفاشين، متبنيا كشف الصورة الحقيقية والوحشية اللا إنسانية لأردوغان ونظامه الفاشي، والتي لن تنال من إرادتنا بل تزيدنا عزيمة وإصرارا على وحدة صفنا والالتفاف حول قوات حماية أرضنا وكرامتنا، قوات سوريا الديمقراطية. كما نثمن عاليا مواقف الدول الرافضة للتدخل التركي في شمال وشرق سوريا، وندين صمت باقي الدول الأوروبية وخاصة الإسلامية لعدم تقيدهم بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف في مثل هذه الحالات. وفي الختام نناشد القوى العالمية والأطراف المعنية بعدم مشاركة الدولة التركية الفاشية في جرائمها ضد إدارتنا الذاتية الديمقراطية التي تمثل إرادة شعوبنا المتآخية. ممثلي العشائر والأعيان وعلماء الدين في منطقة ديرك 5/12/2022، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.